ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ انا هبدأ معاكم دلوقتي بالشيش طاووق بطريقة شيك زي ما احنا شايفين كده. هنعمله على شكل بوكيه، اكنك بتقدمي بوكيه ورد. وهنعمل فيه الشيش طاووق بطريقة بسيطة جدا، بس احنا هنعمله بالشيري توميتوس وبالفلفل الالوان. وهنعمل الخلطة بتاعته السرية. احنا معانا زي ما احنا شايفين كده، ده كيلو فراخ، كيلو وراك شيش مغسولة كويس، مخلية، وبعدين مغسولة بالملح بقى والدقيق والجنزبيل، ومتنشفة كويس قوي. وهنبدأ بقى كده نقطعها. هنعمل الخلطة الأول. هنحط بشر برتقانة. البرتقان بيضيع أي زفارة. معانا كوباية زبادي لكيلو الفراخ، كوباية زبادي. هنحط بقى التوابل. هنحط معلقتين عسل، معلقتين عسل أبيض. هنحط معلقة بصل بودر، توم بودر. هنحط فلفل أسود. هنحط بابريكا، كله معلقة قرفة، جنزبيل، ملح، معلقتين مستردة وكاتشب. هنقلبهم كويس، وهنحط معلقتين خل أبيض، وهنحط عصير ليمونة. وبعدين هنقطع الفراخ الشيش زي ما احنا كده بنقطع، زي ما انتي حابة بقى. التقطيع بتاعته ممكن بتبقى مثلا على 4 قطع، على 6 قطع، حسب الحجم اللي انتي عايزاه. وبعدين بنحط بعد كده على الخليط، هنحط عليه معلقتين دبس رمان. كده احنا خلصنا الخلطة بتاعت الفراخ. هنغطيها بقى ساعتين بالبلاستيك راب ونحطها في التلاجة. وممكن لو انت عندك فرصة تعمليها قبلها بيوم، مفيش مشكلة، وتغطيها. وبعدين هنبدأ نحضر الخضروات بتاعته. معانا الخضار، معانا شيري توميتوز، معانا الفلفل الألوان، معانا الأحمر والأخضر والأصفر، ومعانا البصل برضو الأحمر. هنبدأ دلوقتي نقطع الخضار، نقطعه على قد قطع الفراخ عشان تبقى مظبوطة. هنقطع الفلفل. احنا بنحط الخشب او الستيكس، بنحطه في مية، وبعدين بنرش بتاع ده ملح وفلفل اسود الخضروات. وبعدين نبدأ نحط الشيش، قطع الفراخ. بنحط قطعة بصل، قطعة فلفل، قطعة فراخ. ونبدأ نحط كل واحدة، نرجعها تاني بالفلفل برضو الألوان، واحدة واحدة، واحدة شيري توميتوز معاها. بنغير في كل الستيكس بحيث ان هي يبقى فيها كل حاجة متشكلة. هنبدأ نعمل واحدة تانية برضو، نعمل ستيكس تانية برضو كده، نشوفها مع بعض. نخلي فيه فراغ بين كل واحدة والتانية علشان يستوي كويس. هنخلصهم مع بعض دلوقتي كده كلهم. نبدأ نحطهم في الصاج بتاع الفرن. هنرشه بقى كده، نرشه بالزيت، زيت نباتي أو زيت زيتون. بعد ما دهنا بالفرشة بالزيت أو رشنا بالزيت، نحط بقى كده بقية الخليط، ندهنه بالفرشة ونحطه كده على الفراخ عشان تدي طراوة، وتبقى القطعة تبقى طرية. بصوا احنا حطيناه في الفرن تحت الشواية حوالي نص ساعة. بصوا يا جماعة القطعة طرية ازاي، مستوية. هنبدأ نقلبه على الجنب التاني، ونروح حاطين عليه معلقة دبس رمان تاني، ونحط ندهن برضو معاه بقية الخليط، ندهن بيه برضو بالفرشة كده تاني، ونحطه تاني في الفرن برضو قد ربع ساعة. ما يتحطش اكتر من كده عشان ما ينشفش.
كده طلعناه من الفرن. بصوا استوى هو من تحت الشواية، وقت بسيط ناخد بالنا قوي ان هو ما يتحطش كتير. بصوا مستوي وما نشفش وطري قوي، والريحة بتاعته بقى فظيعة. بصوا القطعة طرية ازاي. هنبدأ ناخد كام واحدة منهم، نحط عليهم ممكن جبنة موزاريلا، مش لازم كله، نحط كل شوية منهم جبنة موزاريلا للي حابب عليها جبنة موزاريلا. بصوا يا جماعة، ده الشكل النهائي بتاعه. احنا عملناه بفرخ كده، هو شيك قوي، ونعمله على شكل هدية زي شكل البوكيه الورد. شفتوا الشكل بتاعه تحفة، وطبعا الطعم أحلى. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد أنا بنزله. وإلى اللقاء في هدية جديدة.